لا صافي، هاد الناس هادو تسطاو. هذا واحد الجزائري كيقول لك انه مكة كاينه في الجزائر وعنده الادله والبرهان. شوفوا الفيديو واعطيوني الاراء ديالكم في هذا الشخص هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة إلى جميع المسلمين في العالم. بسم الله ولنبدأ. إن مكة والمدينة المنورة في الجزائر. أنا اسمي نوار عبد الحكيم من الجزائر، وأقولها لجميع المسلمين: إن مكة والمدينة المنورة في الجزائر، وعندي دليل وبراهين من القرآن الكريم، وحتى ولو كان هناك باحثين في الآثار سيعرفون بأن قولي إنه قول الحق. والله العظيم، والله العظيم، إن مكة والمدينة المنورة في الجزائر، وهناك بلدية صغيرة في الجزائر مجاورة بجبل، وهذا الجبل مكتوب فيه مدينة. إذا جاء أحد بأن يغطي هذه الحقيقة الكبرى لا يستطيع، عليه بأن يفجر الجبل أو يمحيه. وكل هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، لولا هو أنا لا أعرف شيئا. أعيدها: لولا الله سبحانه وتعالى، لولا هو لا يدلني على شيء، فأنا لا أعرف شيء. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ورسالة إليكم إلى جميع المسلمين العالم. مكة والمدينة في الجزائر، وأثبتها بإذن الله سبحانه وتعالى. عن قريب إن شاء الله سأثبتها وأدلهم على مكانها بالتحديد. وأعرف أيضا مكان معظم الأنبياء والرسل الذين كانوا في الجزائر، وأعرفهم بالتحديد. وحتى أصحاب الفيل أعرف أين هم بالتحديد. آدم عليه السلام أعرف مكانه بالتحديد. يونس عليه السلام أعرف مكانه بالتحديد. وهناك أسرار أخرى إن شاء الله، وهذا من بعد إذا مكنني ربي وأثبت بأن مكة في الجزائر. من بعد هذا سننتقل إلى أسرار أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.